خالتي نجاة تعرف ابوس ايدك. ها؟ عيني عليك يا ابني. الحمد لله على سلامتك يا رضوان، انت وبنتك. وعرش مهما حصل ما بيننا، انت ما تعرفش انا حاسس علشانك بايه دلوقتي. الحمد لله على سلامتك يا اخويا. الله يسلمك. الله يرحمهم لبنى وسيف، قطعوا قلبي. ربنا يرحمه في الجنة إن شاء الله يا أخويا. احمد ربك يا ابني، استعن بيه على مصيبتك، يمكن يبرد قلبك ويويك على انك تنسى. النيابة عايز يتكلم معاك. تقدر يا رضوان؟ قولي له اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. الف سلام عليك. بقاء لله. حياتك الباقية. انا مش هطول عليك، انا بس جاي اسالك بخصوص هاشم محمد الحلواني، طليق علا احمد حسين المرشدي. اتهمته انه بعت لها رسائل بيهددك فيها. أنا يا باشا سمحت لك بالدخول عشان ما ينفعش تيجي لحد عندي وأقول لك مش قادر أتكلم، بس فعلا والله العظيم مش قادر أتكلم ولا أعرف أي حاجة. كل اللي أعرفه إن أنا عملت حادثة وراح فيها مراتي وابني. ايه يا رضوان موضوع طريق علا ده؟ وايه رسالة التهديد اللي بيقول لك عليها الباشا؟ طب وعرش ربنا، الراجل ده لو ليه علاقه باللي حصل لك لكون دفنه جنبه. يا عم انا اكفني وقابلك، ايه الحوار ده يا رضوان؟ ما تفهمنا. معلش يا باشا، اخواتي محروقين على دم مرات اخوهم وابنه. انا اللي عندي قلته يا باشا، ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. انا مش هطول عليك، بس ممكن تقول الكلمتين دول في تحقيق رسمي؟ هقول له. امك عرفت ازاي؟ غبية يا عبير. طب دي كارثة. بعدين هو ايه اللي بعدين؟ امي عرفت ولا لسه؟ لا المهم المعلومة ما تقولهاش، بس ما تمنعهاش. لا والله، لا طمنتني.